العاشر من محرم لم يكن يوما عاديا، بل يوم تجلت فيه قدرة الله وعدله. وقف نبي الله موسى عليه السلام على شاطئ البحر، وخلفه قومه خائفون، وفي الأفق جيوش فرعون تتقدم، وسيوفهم تتلألأ تحت وهج الشمس. صرخ القوم في وجه موسى: يا موسى، إنا لمدركون. كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بالبحر بعصاه، فانشق البحر بأمر الله، وتحولت مياهه إلى جدارين عظيمين كأنهما جبلان من الماء. وسلك موسى وقومه طريقا يبسا في قلب البحر، والناس من خلفه تمشي بين المعجزة والنجاة. فلما رأى فرعون ما حدث ظن أن الطريق سينفتح له أيضا، فركب وجنوده خيولهم واقتحموا الطريق خلفهم. وما أن اجتاز موسى وقومه البحر حتى أمر الله البحر أن يعود كما كان، فانطبقت الأمواج وغرق فرعون وجيشه في لمح البصر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وفي هذا اليوم الخالد نصوم نحن المسلمون شكرا لله، فلقد جاء في الحديث الصحيح: أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. إن أثر فيك هذا المشهد فاذكر الله، وشارك الفيديو، واكتب في التعليقات: اللهم اجعلنا من أهل الحق،